السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا ان شاء الله. اليوم نكونوا مع بعض في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله الفيديو تاعي يسيبكم كامل بخير وعلى خير وبصحه وعافيه يا رب. اليوم مع بعض راح نديروا كحك على طريقتي، كحك الشهده. اخواتي راح نعملوه في هذا المول. راح يدي معنا هذا الشكل تاع قلب، لكن هو نفس المقادير تاع الكحك المعتاد، الكحك تاعنا اللي موالفين نديروه، فقط غيرنا الشكل تاعو. راح نعملوه على شكل قلب، لاني عندي خريجه هكا حابه ندي هذه الخبيزه تاع الكحك. انا سميتها خبيزه الكحك على شكل قلب، راح نديها معايا في يدي. فاليوم راح نشوفوا المقادير وراح نشوفوا طريقة التحضير مع بعض، وراح نشوفوا كذلك في هذا المول كيفاش راح تخرج لنا هذا الخبيزة. على على بركة الله راح نبداو بالمقادير. عندنا لهنا شوفوا، دائما انا معتمدة هذا الكاس تاع لاموطارد. نظن هذا الكاس موجود في كل بيت عندي منه. كاس حليب. ونذكر نوضع المقادير ونذكر على السريع باش ما يجيناش الفيديو طويل. عندنا هذا الكاس تاع حليب كما قلت، هو الكاس تاع لاموطارد موجود في كل دار. هو الكاس ماشي الكبير وانما اللي اصغر منه، هذه راني محتمدته انا كمعيار. عندنا كذلك نفس الكيل كما هو ماء هكذا. هنايا حبوباتي راح نعملوا لهنايا عندنا نفس الكيل. انا راح ندير كميه كبيره حتى ولا تعمر لي هذا المول وبقاو لي حبيبات، راح نديرهم حبيبات فرديين. رايحين لهنا حبيباتي نعملوا فقط ندو من هذا الكاس، هذا العبر. عندنا عبر تاع سكر، راح نديروا ان لوفان. ففي الاول فقط ندو منه مغرفه تاع اكل تاع سكر هكذا باش تتخمر معنا خميره الخبز. نعرفوا ان خميره الخبز تتغذى على السكر، فندو مغرفه فقط، ما نكثروش. كذلك لما نكثروا السكر بزياده راح تنغم معنا وما تعطيناش مفعول مليح. عندنا لهنا اخواتي مغرفه كبيره تاع خبز كما سبق ذكرت، وعملت لها مغرفه تاع سكر هكذا. على السريع راني نسيت ما ذكرتش انه الماء راني عامله فيه قرصه ملح. عندي الملح شويه خشين، فعملت هذيك القرصه تاع الملح حملتها مع الماء باش تذوب معنا هكذا. نخلطوا هذيك مغرفه الخبز، خميره الخبز عفوا، مع الكاس حليب مع كاس ماء مع قرصه الملح مع هذيك المغرفه كبيره تاع السكر، خلوهم هكا يندمجوا. هذا احنا في عالم الحلويات نسموه اللوفان، مخمار او خميره نعملوها مع الاول، هي اللي تخلي لنا العجينه تاعنا تتخمر بسرعه. هنايا عندي هنا كميه من الفرينه راح ندير هكذا، من ملعقتين حتى 3 بهذا لوفان، باش هذيك الخميره مع السكر مع الخبز مع الماء مع الحليب يتفاعلوا. نخلوهم هكذا يختمروا قليلا. اللوفان هو اللي ساعدنا، هذه الطريقه ضروريه تعملوها في الكحك وفي كل المخبوزات، تساعد العجينه باش تخليها تتخمر بسرعه. ما نعملوش ديريكتومون هكذاك، المقادير في الفرينه راح تدكس معنا وتعملنا دي غريمو هكا، وما تخليش الخميره تعطي مفعولها. رايحين نولو مع بعض كي يتخمر معنا هذا الخليط. شوفوا الاخوات الكريمات، هذاك لوفان، شوفوا كيفاش طلع معنا، راكم تشوفوا كيفاش تخمر. هذه هي النتيجه اللي نحوسوا عليها، هذه هي النتيجه. لما نعملوا هذا اللوفان العجينه تاعنا راح تخمر بكل سهوله. في هذه الاثناء راح نزيدوا المقادير المتبقيه. عندنا حبه بيض كامله، عندنا كذلك عندنا هذوك المقدارين تاع الماء والحليب، عندنا نص مقدار من الزيت، هذه هي حبوباتي. كذلك هذاك السكر انا دينا منه ملعقه كبيره في الاول. عندنا شوفوا لهنا عندي مبشور البرتقال، راني رنختو ولا رقدتها في هذا قشور البرتقال في مغرفه نتاع مزهر، راح تعطينا واحد البنه. جربوها ما تندموش عليها، بنه هايله هايله هايله. هذه هي نحب احنا نعرفوا انه دائما الكحك يحب بزاف يا اما المزهر يا اما قشور البرتقال، فنعملهم الاثنين لزياده الطعم هكذا. نخلطوا هكا تخليطه خفيفه
وندوه يعني للبيتران راح يتعجن معنا. يعني انا راح نستعمل البيتران، ندير الكروشي تاع البيتران ونبداو نضيفوه يعني في الفرينه تدريجيا. هنايا راكم تشوفوا يعني درتها في البيتران باش تعجن لنا، ورايحين يعني راح نعبروا هكذا. يعني هذا الكاس هو اللي راح نعبر لكم به لا فارين، ونشوفوا يعني شحال تدي معنا من كاس. هذا الكاس الاول، رايحين نعمروا يعني الكاس الثاني. هكذا راكم تشوفوا بلي مازال نزيدوا يعني الكاس الثالث. هكذا راني درت لكم يعني بالكيل باش حتى وحده ما تعجز وما تقولش يعني ما عنديش ميزان، فقط بالكيل هكذا رايحين تتحصلوا على ان بريوش ولا كيك ولا كعك يعني ما شاء الله. رايحين نزيدوا شويه يعني في السرعه تاع البيتران. راكم تشوفوا يعني رانا قريب نتحصلوا على القوام المطلوب، فراح نعمر الكاس الرابع ونضيفه يعني تدريجيا. يعني شوفوا هكذا راح نضيف فقط يعني هكذا تدريجيا. رايحين نحصلوا يعني على عجينه تتلاصق في اليد، يعني باش تعطينا هذيك الخفيه وهذاك القوام الاسفنجي يعني اللي في الكحك. فنخلو العجينه يعني شويه تتلاصق في اليد ولا شويه طريه. هكذا حباباتي يعني رايحين نستمر يعني انا هكذا في نخلي البيترا حتى يعجن لي العجينه يعني بيان. في النص تاع القوام تاع العجينه راح نضيفوا ملعقه تاع كبيره يعني تاع مارغرين، ندخلوها كذلك بيان بالبيترا، وراح نرجعوا يعني في القوام المطلوب ولا في لا تيكستور تاع العجينه كيفاش ولات معانا. بعد ما تخدمت العجينه تاعنا يعني بيان في البيترا، يعني زدنا هذيك المغرفه تاع المارغرين يعني كذلك خليناها يعني دخلت بيان هذيك المغرفه تاع المارغرين. وللامانه انا خارج التصوير يعني ما اكتفيتش فقط بهذيك الكميه تاع الفرينه، راني زدت يعني تقريبا من هذاك العبر اللي شفناه من هذاك الكاس اللي شفناه، زدنا تقريبا نصف الكميه من هذاك الكاس يعني زدتها تاع لافارين باش تحصلت على القوام المطلوب. هذيك الكميه يعني عملت فيها كذلك ما ذكرتلكمش في المقادير اني عملت نصف كميه يعني علبه عفوا اون باكي تاع لا ليفر شيميك، يعني نصف الكميه تاع اون باكي عملناها في هذه الكميه اللي درناها. هذه هي يعني. وانا خارج التصوير عملتهم على شكل كرات، توزنوا هذوك الكرات يعني من تقريبا من 60 غرام حتى 70 غرام، يعني توزعوهم. انا جاتني تقريبا 12 كريه، يعني درتهم في هذا المول بعد ما كنا دهناه يعني بوغي فاريني، يعني درنا له كميه من الزبده ودرنا عليه يعني كما راكم تلاحظوا في الحواف يعني قليل من الفرينه باش ما تلصقش الحلوى تاعنا ولا لا بغيوش تاعنا. عندي هنايا يعني صفر بيضه، شوفوا يعني راهو تخمر شويه معنا. عندنا نعملوا لا دورور تاعو يعني صفر بيضه هكذا هكذا نطليو كامل الوجه تاع لابغيوش تاعنا ولا كحك الشهدان تاعنا هكذا.
هكذا راكم تشوفوا يعني. وعملية لا فاصوناج راهي سهلة يعني، باش ما يجينيش الفيديو طويل كاملكم تعرفوا تعملوا هذه الكرات توزنوهم وتعملوهم يعني. وراني وريتكم القوام تاع العجينة يعني، تكون عجينة تلتصق في اليد باش يجيكم هذاك لابغيوش يعني اسفنجي ولا قطني. هذه يا حبيبتي نخلوها تزيد تتخمر مرة ثانية يعني، بعد ما نديروا لها لاجور تاعها نطليوها بهذاك صفر البيض. يعني التشكيل من الفوق تعملوا يعني ممكن ججلان او مكسرات او حتى هذاك السكر الخشن يعني راهو متواجد في الاسواق يعني، التزيين يبقى لكم. ولا ممكن تعملوا حفيرات هكا وتعملوا فيهم ان كريم باتيسير يعني، كذلك راح يعطي جماليه للكعك تاعنا. هذه نخلوه يزيد يختمر معنا، وراح نتلاقاو في الشكل النهائي عفوا كيفاش خرج معنا. اهلا، عاودنا ولينا مع بعض يعني في النتيجه النهائيه. يعني كما راكم تشوفوا ها هو لابغيوش تاع الشهده تاعنا طاب. بسم الله ما شاء الله يعني، قمه في الروعه يعني. راكم تشوفوا يعني الصوره راهي اكبر دليل على كلامي يعني. تبعوا المقادير، تبعوا جميع الخطوات اللي عملناها، ان شاء الله راح يخرج لكم كيما هذا ولا خير منه. راكم تشوفوا يعني والله شوفوا ايبونج قطن يعني هكا ما شاء الله. ها هو المول يعني اللي طيبت فيه يعني. ممكن بعض الاخوات يقول لك شريتيه من برا وجبتيه، ها هو المول اللي طيب فيه يعني. راهو ديجا مازالو سخون. عملت له انا هذا التزيين البسيط يعني، ممكن خريجه تديه في يدك يعني حقيقه يحمر الوجه هكذا. حاشيه غيبون هكذا كما راكم تلاحظوا حاشيه. وكذلك هذا التزيين البسيط يعني حاولت نحدد يعني هذيك الدوائر تاع الخليه ولا حدود الخليه يعني بالقليل من انواع كوكو. راكم تشوفوا يعني هكا نواه كوكو خليته على طبيعته. انتم ممكن تعملوا مكسرات، ممكن تعملوا يعني تزيين اختياري كيما حبيتوا تتفنوا. هذه يا حبيبتي الى فيديو اخر ان شاء الله نبقيكم بخير وبسلامه.